ده أرجان البطل بتاع فيلمنا، والأحداث بتبدأ في مدينة بروان الهندية، والناس بتكتشف جثة موجودة في المكان، والشرطة بتوصل وبتعاين موقع الجريمة، ووسائل الإعلام بتتكلم عن الحادث. وبعدها بنروح لأرجان وبنلاقيه كاتب سينمائي وبيجمع كل جرائم القتل اللي بتحصل في العالم علشان يحطها في سيناريو الفيلم اللي بيكتبه، وبيروح يقابل منتجين وبيعرض الفيلم عليهم، وكلهم بدون استثناء عايزين يغيروا في نهاية القصة، لكن بيكون معترض على كلامهم. ولما بيكون ماشي بيقابل واحدة حامل وبيساعدها تربط الكوتشي بتاعها، ووقتها بيركب الأتوبيس وبيقرر يسافر مدينة كاسولي. وأول ما بيوصل بيقابل أخته وجوزها وبنتهم بيال، وبيعرضوا عليه ينضم للشرطة لأن أبوه كان ضابط ومات أثناء تأدية الخدمة، وفعلا بيوافق وبيروح يعمل الاختبارات النظرية، وبعدها بيتجاوز المراحل البدنية وبينجح فيها، وفي نهاية الأمر بيكون ضابط تحت التدريب، وبيرجع لبيته وبيلم كل صور الجرايم وبيحطها في شنطته. ولما بيكون في الطريق للقسم بنعرف ان جوز اخته ظابط وبينصحه ينفذ الاوامر، وبعدها بيوصل المكان وبيبدا يعرفه على الناس، ووقتها بيروح يغسل ايديه وبيلاقي ظابط بيعذب متهم، واول ما بيعرف انه متدرب جديد بيديله العصايه علشان يكمل تحقيق وبيسيبه ويمشي. وبعد شويه ارجان بيفك المتهم وبيحكي له سيناريو الفيلم بتاعه، والظابط بيدخل عليه وبيفضل يهزقه بسبب تصرفاته الغبيه. وتاني يوم طالبه اسمها اميريتا ماشيه في الشارع وبتشوف كلبها الصغير وبتلعب معاه، وفي عربيه بتقف قدامها وبتروح تتكلم مع السواق، وامها بتحس انها اتاخرت في المدرسه، فبتطلع من البيت وبتلاقي الكلب متعلق في رقبته صندوق. ووقتها بتروح القسم وبتعمل محضر علشان بنتها مفقوده، والمفتشه بتفتح الصندوق وبتكتشف ان جواها دميه وشكلها مشوه تماما، وارجان بيكون واقف وشايف كل اللي بيحصل. وتاني يوم بيروح مع بيال المدرسه، واول ما بيدخل المكتبه بيلاقي ديفيا قدامه بتكون معلمه انجليزي، وبيفهمها انه ابو بيال، وبيعرف انها سقطت في ماده الرياضه. ووقتها بتوصل اخته للمكان علشان بنتها نسيت ادوات المدرسه، وديفيا بتكتشف ان ارجان كذاب وهو في الاساس خالها، وبيكون محرج جدا منها. وتاني يوم بيروح الكشك وبيطبع صور كتير للدميه، ولما بيرجع البيت وبيكون لوحده بيبص للصوره باستغراب وبيفتكر الحادثه اللي حصلت من شهرين في مدينه بروانو، وبيفتح شنطته بسرعه وبيقارن ما بين الصورتين وبيكتشف التشابه. وتاني يوم بيروح القسم وبيلاقي المفتشه ماسكه شاب على انه اللي خطف اميريتا لانه كان بيحبها ورفضته، ووقتها ارجان بيقول لها انت ماسكه الشخص الغلط، وهي بتكون مستغربه جدا من كلامه. فبيقول لها من اسبوعين بنت اتخطفت في مدينه بروان اسمها ساميكشا، ولقوا جثتها بعد يومين وكان عليها نفس العلامات اللي موجوده في الدميه، وده نفس اللي هيحصل مع اميريتا. فبتقول له محدش لقى دميه لما ساميكشا ماتت، وبتثبت ان مفيش تشابه ما بين الجريمتين، وساعتها بتهزقه وبترفض وجهه نظره. وبعد شويه بيخرجوا من القسم بسرعه لانهم اكتشفوا ان اميريتا اتقتلت، وبيروحوا المكان الحادث وبيعاينوا الجثه وبيتعرفوا عليها. وارجان بيفضل يبص لها وبيجمع الاحداث وبيربط الجرايم ببعض، فبيركب الموتوسيكل بتاعه وبيوصل لاسم بروانو وبيقعد مع الضابط وبياخد منه معلومات، وبيروح لاهل ساميكشا وبيعرف انهم ما شافوش دميه لما بنتهم ماتت في المكان، فبيقرر يوصل لمدرستها وبيسال كل الناس اللي هناك. ولما بنكون في المشرحه الدكتوره بتعرفهم سبب الوفاه، وارجان بيحاول يطلع بمعلومات اكتر منها، وساعتها بيدخل القائد بتاعهم وبيهزق المفتشه لانها ما قدرتش تمنع الجريمه، وبيسال ارجان ليه سافرت الاسم بروانو، فبيقول له علشان اجمع معلومات، وبيقدم لهم تقرير الطب الشرعي بتاع ساميكشا، والدكتوره بتاكد انه مشابه بالظبط لتقرير اميريتا. وبعدها بيطلع الصندوق من شنطته وبيكون جواه الدميه، وبيقول ان القاتل سابه قدام مدرسه ساميكشا والامن حطوه في مكان المفقودات، وبيثبت لهم ان كل استنتاجاته كانت صحيحه. وبعدها بنروح لمعلم في مدرسه وبيعامل البنات بطريقه وحشه وبيتحرش بيهم، وبيال بتكون مستغربه تصرفاته وخايفه منه. ولما الحصه بتنتهي بيحضروا حفله في المدرسه، والساحره بتعمل الخدع بتاعتها، وساعتها بتشاور على بيال علشان تطلع على المسرح وبتحاول تساعدها في تقديم الفقرات. ومن ناحية تانية ديفيا بتكون مع طالبة اسمها كومال، وبنعرف ان عندها مشكلة في السمع، وبتسجل كل حاجة على الجهاز بتاعها، والاتنين بيودعوا بعض قبل ما يركبوا التوك توك. ولما بيجي الليل اهل كومال بيعملوا محضر لانها مختفية وما رجعتش من المدرسة. وتاني يوم ديفيا بتدخل للمديرة وهناك بتقابل ارجان قدامها، وبتعرف انه ظابط وبيسألها عن كومال، فبتقول له ركبت التوك توك امبارح قدام عينيها، ووقتها بياخدها وبيخليها تبص على كل التكاتك لانها مميزاه بعلامه خاصه.
وساعتها بيجيلها تليفون ولازم تسيب المكان بسرعة، ودافيا بتوصل لبنت اخوها المدرسة وبتلاقي طلاب بيتنمروا عليها وهي خايفة منهم، وارجان بيدخل عليهم بزي الشرطة والطفلة بتشاور له على الاولاد اللي بيضايقوها، وساعتها بيطلعوا يجروا وبيخافوا. وتاني يوم ارجان بيعرف انهم لقوا كمال مقتولة وبيركب توك توك علشان يروح لموقع الجريمة، واول ما بيوصل هناك بيلاقي الجثة قدامه. وفي نفس الوقت دافيا بتكون في البيت وبتفتكر الشعار اللي موجود على التوك توك، وبتكلم ارجان في التليفون وبتعرفه بسرعة، وهو بيكتشف انه نفس التوك توك اللي لسه نازل منه، والواد بيخاف وبيطلع يجري وهو بيكون وراه، وفي نهاية الامر بيقدر يمسكه بسهولة وبياخده للقسم وبيحققوا معاه، وبيعرفوا انه كان بيقدم معلومات عن البنات لمدرس اسمه تومار. وساعتها بيروحوا البيت وبيفضلوا يفتشوه لكن ما بيكونش موجود. ولما ارجان بيخرج من المكان بيلاقي الصندوق قدامه والدمية موجودة جواه وبيتأكد ان هو القاتل. وبعدها بياخد الشرطة وبيوصل للمدرسة، وتومار بيكون مع بيال وهتكون ضحيته الجديدة، لكن ارجان بيدخل عليه في اللحظة الأخيرة وبيفضي السلاح في الهواء وبيفضل يضرب فيه وبيندمه على كل حاجة بيعملها. ولما بيروحوا المستشفى بيسألوا ايه اللي حصل، وهو بيبدأ يحكي له كل حاجة، وبنعرف انه اتفق مع سواق التوك توك علشان يقابل كمال بالصدفة واقنعها تروح لبيته وعايز يديها كتاب، وهناك بتشوفه وهو بيحط لها منوم في كوباية المية، فبتهرب بسرعة وبتسيب المكان وبتمشي. واول ما بيخرج وراها بيلاقي الصندوق والدمية بتكون جواها وبيرجعها لمكانها تاني. وارجان ما بيصدقش قصته وبيتضايق جدا منه، والشرطة بتتجمع وبيقفلوا القضية بعد ما عرفوا ان المدرس هو القاتل وقدروا يمسكوه. وفي نفس الوقت ارجان بيجيب دبدوب هدية لبيال بمناسبة عيد ميلادها، ولما بيجي الليل بيعملوا الاحتفال وبيكتشف ان دافيا موجودة قدامه كالعادة بيفرح جدا وبيروح يتكلم معاها وهما الاتنين معجبين ببعض. ووقتها بيقطعوا تورتة بيال وكلهم فرحانين لانها اهم حاجة في حياتهم. وساعتها بيركب الموتوسيكل وبيروح المستشفى بسرعة، واول ما بيوصل بيلاقي تومار ماسك المفتشة وبيهددها بالموت، وبيدخل بيها الاسانسير وبيكون مسيطر عليها. ولما بيفتحوا الباب بنلاقي المفتشة عايشة، وارجان قدر يموته بكل سهولة. وبعدها بيغسل وشه وبيحاول يفوق من الصدمة، لكن بيجيله تليفون ان بيال اتخطفت، فبيوصل للبيت بسرعة واخته بتترجاه يرجع بنتها. وللاسف بيلاقي الصندوق موجود قدامه وجواه الدمية، وبالشكل ده القاتل لسه حر. وساعتها بيعملوا الكماين وبيوزعوا صورها في كل مكان وبيفتشوا في الغابة علشان يوصلوا لها بأي طريقة. وبعد ما بيعدي يومين أرجان بيرجع البيت، وهناك بيكتشف حاجة غريبة موجودة في العربية، ووقتها بيعرفوا إنها جثة بيال، وهما الاتنين بيفضلوا يعيطوا وما بيكونوش قادرين يصدقوا نفسهم. وأرجان بياخد العربية وبيروح بيها المستشفى وبيكون شايلها وعمال بيفتكر في كل ذكرياته معاها وإزاي ضاعت من إيديه. وبعدها بيدخل عربيته وبيفضل يصرخ بصوت عالي جدا. وتاني يوم بيتحقق معاه وبيتم إيقافه عن العمل بسبب ضربه للنار في مدرسة البنات. ولما بيقابل دافيا وبيكون واقف معاها بيعرف إن بنت أخوها فاقدة للسمع وبتسجل لهم كلامهم، وبيكتشف إن كمال كانت بتعاني من نفس المشكلة وبتسجل للناس، وبيضطر يرجع للمشرحة بسرعة وبيشوف سماعة كمال وبيلاقي متسجل عليها مقطع موسيقي، وبيروح لملحن علشان يحط له المقطع على اسطوانة ويستخدمها. وبعدها بيوصل لمبنى إذاعة الراديو وبيشوف البنت الحامل اللي ربط الكوتشي بتاعها زمان، وساعتها بتقرر إنها تساعده وبتشغل المقطع الموسيقي في البرنامج، وكل الناس بتسمعه وبتكون مهتمية جدا. وبيجي لهم اتصال من بنت بتقول لهم إنها سمعت الموسيقى في مدرسة في مدينة بروانو، وفعلا بيروح لمدير المدرسة وبيكتشف إن الساحرة صاحبة الموسيقى وقدمت عرض مع ساميكشا اللي اتقتلت. ولما بيكلم دافيا بيعرف إن في ساحرة قدمت عرض في مدرستهم مع كمال وبعدها بيومين اتقتلت، وبتروح تشوف الكاميرات وبتتأكد من كلامه، وهو بيلاقي الساحرة مع بيال بنت أخته قبل ما تموت. وبعدها بيقابل المفتشة في القسم وبيشرح لها إن الساحرة بتكون في المدرسة وبتختار ضحيتها وبتقدم العرض معاها، وساعتها بتخطفها، وبعد يومين بنلاقي جثتها في أي مكان. وعملت كده مع ساميكشا وكمال وبيال. ولما الضابط بيعترض على كلامه المفتشة بتهزقه وبتقول له أرجان هيرجع للخدمة وهيمسك القضية من تاني. وساعتها بيروحوا لكل المدارس والمفتشة بتلاقي إن الساحرة قدمت عرض من يومين، وبتبلغ أرجان إن الطالبة اسمها عائشة. وفعلا بيوصل المدرسة بسرعة وبيدخل فصل الطالبة عائشة وبينصحهم يخلوا موبايلاتهم في وضع الصامت، وبحركة ذكاء بياخد رقم الضحية الجديدة وبتخبي الهاتف بتاعها بسرعة. وساعتها أرجان والمفتشة بيكونوا في العربية وبيشوفوا عائشة خارجة من المدرسة وبيفضلوا ماشيين وراها وبيراقبوها لحد ما بيلاقوا عربية زرقاء بتقرب منها، ولما بينزلوا بيلاقوها اختفت وملهاش وجود، لكن بيشوفوها واقفة
واقفة مع بياع الايس كريم وبيكتشفوا انها اخت عائشة التوأم، وبتعرفهم انها في فصل الرقص، فبيروحوا بسرعة للمكان وعايزين ينقذوا حياتها. لكن ارجان بيشوف الصندوق وبالشكل ده بيتأكد انها اتخطفت، وبيكلم رجالته بيحددوا الموقع بتاعها عن طريق رقم التليفون اللي عائشة مخبياه، وساعتها بيوصلوا المنطقة اللي موجودة فيها. وبعدها بنروح لعائشة وبتكون موجودة مع الساحرة وخايفة، وبتطلب منها تدخل الحمام. واول ما بتكون لوحدها بتطلع التليفون والشبكة بترجع، وبتكلم ارجان بسرعة علشان ينقذها. والساحرة بتهجم عليها وبتحاول تكسر الباب، وهي بتنط من الشباك وعايزة تهرب منها. والشرطة بتحدد المكان اللي موجودة فيه بالظبط وبتبلغ ارجان، ولما بيوصل للبيت بيقدر يدخله وبيفضل يدور على عائشة. وساعتها بتكلمه وبتوصف له الأوضة اللي فيها، لكن ارجان بيكتشف ان الغرف كلها شبه بعضها ومستغرب. والظابط بيبلغه ان عائشة واقفة في نفس المكان اللي هو فيه، والساحرة بتقدر توصل لها وعايزة تقتلها. وارجان بيلاقي ان في مخبأ سري في الغرفة، واول ما بينزل بيشوف الساحرة لكن بتهرب منه. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة للمكان وبيقدر ينقذ عائشة. وديفيا بتكلم ارجان وبتكون خايفة لانها جنب موقع الحادث، فبيبلغها انه هيعدي عليها. والشرطة بتدور في المكان وبتلاقي جوازين سفر باسم اجنس وكريستوفر. واول ما ارجان بيعرف اساميهم بيفتكر الجرائم بتاعتهم من 12 سنة. وفي نفس الوقت ديفيا في البيت وللاسف النور بيقطع، وبتتفاجئ ان الساحرة موجودة قدامها وخايفة، فبتقدر تمسكها وبعدها بتضربها. وارجان بيوصل للبيت بتاعها لكن بيسمع صوتها وهي بتصرخ، فبيقرر يكسر الباب بسرعة. وبيعرف ان الساحرة هربت ببنت اختها ايتي، وفعلا بيطلع يجري وراها في الشارع لحد ما بيوصل للمكان اللي هي فيه. وهما الاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض، وارجان بيكون ضعيف جدا قدامها لحد ما بتضربه بالسكينة في صدره وعايزة تموته. ولما بيقعوا على الارض الباروكة بتتخلع منها، وبنكتشف ان هو كريستوفر. وبيحكي له ان اصحابه في المدرسة كانوا بيتريقوا عليه علشان بيعاني من الشيخوخة المبكرة، لكن صوفيا هي اللي تقبلت شكله وجابت له هدية عبارة عن دمية في عيد ميلاده. ولما اعترف لها بانه بيحبها هنته وفضلت تهزق فيه، والطلاب كالعادة بيفضلوا يتريقوا عليه. وصوفيا راحت لبيته علشان تتأسف له، لكن شافت الدمية وهو قدر يموتها بكل انتقام. والشرطة قبضت على امه، ومن ساعتها انتحل شخصيتها وبيقتل كل البنات المراهقات. وقبل ما كريستوفر يموت ايتي، ارجان بيقوم وبيفضلوا يضربوا في بعض وعايز يدافع عنها لحد ما بيمسك السكينة وبيقدر يقتله بيها، وفي النهاية بيخلص عليه. وساعتها بيرجع لديفيا وايتي بعد ما انقذ حياتهم. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.